رجالة تانية ثانوي، اهلا بيكم. عندك لينكين تحت، لينك فيه كل فيديوهات الحل اللي فاتت وبالتالي فيديوهات الحل اللي جايه، ولينك كل الملخصات اللي فاتت وبالتالي برضه كل الملخصات اللي جايه. ولو انت على اليوتيوب اهلا بيك يا عم، والله منورنا. يلا بينا كده نخش على الجزئيه دي. درس التفكير بيقول لك ترى ان غضب والدك يرجع الى ده سبب، يبقى تفسير. السؤال الثاني، قسم العلماء الموارد البائية البيئية إلى يبقى ده تصنيف. السؤال الثالث، عملية عقلية يتم فيها فك ظاهرة كلية، فك يبقى ده ايه؟ تحليل. ايه فرق لي تحت في الكومنتات بين التحليل والتركيب يا بيه. السؤال الرابع، عملية ضرورية لكل مجالات الحياة وتستخدم المعارف أو توظفها من أجل وضع خطط دقيقة للمستقبل، يبقى تنبؤ. سؤال 15، التقويم الصحيح والدقيق للعبارات أو القضايا يلخص ما سبق إيه؟ بص صحيح ودقيق، يعني بيطلع العيوب. تقويم هنا يبقى نقص. سؤال 6، أرجع الباحثين يحدث نتيجة كذا بسبب كذا، يبقى ده تفسير. سؤال 7، وقعت في مشكلة مع أحد أصدقائك وأخذت تفكر بهدف حلها، فيبقى أنت هنا بتتكلم عن نشاط موجه ليك هدف. سؤال 8، طبعا أنت عارف إحنا بنحل كده ليه؟ لأنك بتركز في اللي بنقوله في الحصص ولا ما بتركزش؟ اوعى تكون ما بتركزش. ماشي. ترى ان من المحتمل سقوط الامطار لاحساسك بانخفاض في درجات الحراره وتجمع الغيوم. ما شاء الله عليك في التوقعات. توقع ما سيحدث في ظاهره ما. سؤال 9، يقول احد الفلاسفه اقوم بتقسيم. خلصت انا كده، خلصت تقسيم الشيء لاجزاء، يعني فك الحاجه يبقى ظاهره التحليل، دراسة خلال تفكيكها. سؤال 10، الترتيب الرأسي لعملية التفكير وتدرجها من الأدنى إلى الأعلى حسب درجة من كذا إلى كذا، ده تصنيف ولا حاجة مع اللي شبهها. سؤال ولا أنت ما بتركزش مع اللي بنقوله في الحصص؟ شكلك ما بتركز. السؤال 11، عندما نرى شخص حزين فإننا لا نعرف فيما يفكر لكي نصل من ذلك إلى أنه قد يكون في مشكلة. ده شكله ولا إيه؟ يبقى إحنا بنعمل نشاط عقلي غير مرئي. بقول لك إيه، ما تفرق لي في الكشكول بين خصائص التفكير، فاهم؟ السؤال 12، عندما يقوم معلم الكيمياء بإجراء تجربة ورقة عباد الشمس في المعمل عشان يعرف الطلبة الفرق بين الحمضي والكروي، فده ليه هدف، يبقى ايه؟ موجه وليس عشوائي. سؤال 13، عندما يقوم النجار بصنع اثاث غرفة فانه لا ينشر قطع الخشب ويركبها بطريقة عشوائية، وانما يركز على تصميم معين في دماغه عايز ينفذه. يبقى هو هنا بيعمل ايه؟ يا مزاجك اكيد بيفكر. يعني تفتكر بيعمل ايه؟ يعني عنده هدف هو بيسعى له. اخي الراجل بيفكر. سؤال 14، تفككت لعبة أخيك الصغير وهو يلعب فقمت أنت بإصلاحها وتجميعها تاني. خدت بالك من تجميعها تاني، يبقى أنت بتتكلم عن تركيب. فرق لي بقى في الكومنتات بين المقارنة والتصنيف. يلا بينا. سؤال 15، ذهبت لشراء هاتف فوجدت نوعين تم إصدارهم حديثا فأخذت بقى. يا رب أنا لسه مخليك مفرق ولا أنت فرقتش؟ أدي المقارنة صاحبي. السؤال 16، بيقول لك عندما يقوم الكهربائي بتجميع يبقى ده تركيب. سؤال 17، عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلية غير المرئية، يبقى ده تفكير. سؤال 18، حددت الجهات الطبية أعداد إصابات بفيروس كورونا في أحد أيام 2000 شخص مقسمين كالتالي: 40 شباب و25 بنات و30 شيوخ و5 أطفال وإزازتين بيبسي وواحد. إيه اللي أنا بنقوله ده؟ ويوظف ما سبق إحدى مهارات التفكير وهي مهارة ترتيب وتنظيم البيانات في فئات مختلفة، ألا وهي عملية التصنيف. سؤال 19، وقع صديقي في مشكلة ما
جمعت كل المعلومات عن المشكله وعن الاطراف اللي قمت ربطتهم ببعض وعملت ما شاء الله ربطتهم ببعض. يبقى تركيب. سؤال 20. يهتم الفيلسوف بمعرفة المبادئ العامة لنمو النبات والإنسان وكل الكائنات ولا يكتفي بالأسباب المباشرة. يبقى هو هنا بيدور على مستويات عليا للتفكير. الراجل ده عمال يربط ويدور ويعرف ويصنف. سؤال 21. وضع صاحب المكتبة كل مجموعة من المراجع باسم المؤلف ونوعية. الراجل ده صنف كل شوية لوحدهم. سؤال 22. تذكرك لصديق لك في مرحلة ابتدائي، ده مستوى ايه؟ اساسي طبعا، بيعملوه كل الناس عندهم ذاكرة. بمناسبة الذاكرة، ما الفرق اللي بين الثلاث انواع بتوع الذاكرة تحت في الكومنتات. اجابتك يا صاحبي. سؤال كام ده؟ ده 23. بيقول لك لا يستطيع القاضي ان يصدر حكما في قضية الا بعد ان يطلع على كل المعلومات والبيانات اللي بتساعده في الوصول الى الحقيقة. فانت كده بتتكلم عن اخضاع فكرة للتحقق والتقصي، بيدور وراها. سؤال 24. عند الشعور بالجوع تذهب مباشرة للسوبر ماركت عشان تشتري مباشر، عليك هدف. سؤال 25. أرجع العلماء تجاذب الزجاج المحتكة بالحرير لنشارة الخشب إلى وجود شحنات كهربائية ساكنة على سطح الإزاز لما يحتك بكذا، يرجع إلى تفسير. سؤال 26. طلب منك المعلم بحث عن الشباب فقرأت العديد من الكتب وبحثت عن كثير من المعلومات حول الموضوع وتوصلت إلى مرحلة الشباب هي أهم وأقوى المراحل. ما شاء الله انت عرفت يا ابن اللذينه، قدرت تراجع وتعرف يا ابن اللذينه. سؤال 27. التفريق بين النظام الثانويه العامه القديم والجديد والبكالوريا بقى من حيث كذا وكذا، عندك حاجتين بتقارن. سؤال 28. عند شعورك بارتفاع درجه حرارتك فانك تقوم بالذهاب مباشره الى الطبيب عشان تطمن. فانت كده عندك هدف يبقى موجه مش عشوائي. سؤال 29. عندما تواجهك مشكلة في التليفون فبتشيل الجراب بعدين البطارية. ده طبعا في التليفونات القديمة، ده سؤال معمول من زمان. ده تلاحظ فين المشكلة فانت عمال تفك، فانت كده بتعمل تحليل. سؤال 30. قيام أحد الباحثين بدراسة مستوى المهارات العلمية المختلفة لدى التلاميذ فقسمهم يا ولد على التصنيف. سؤال 31. تلاحظ في بعض الأحيان أشخاص يبتسمون وبيضحكون على شيء تذكروه. فهنا الأساتذة دول عرفنا إن هم مباسيط من خلال إن إحنا عرفنا ده من سلوكهم الظاهري. سؤال 32. أرجع بعض العلماء ارتفاع معدل العنوسة في مصر لعدم قدرة الشباب. أرجع إلى أخويا في التفسير منه، مؤاخذة الشاشة اتهبلت شوية. سؤال 33. يسعى الشباب كثيرا لتحقيق أحلامهم فمنهم من يستطيع الوصول ولكن الأذكياء بيقدروا يوصلوا. عيني جابت كلمة إيه؟ أهدافهم أهي. لو أنت بتركز مع اللي بنقوله في الحصص فرق لي بقى في الكومنتات بين كل المهارات بتاع التفكير السبعة. سؤال 34. لحل مشكلة انحراف الشباب لابد من النظر للجوانب المختلفة اللي ممكن تكون سبب للمشكلة، ومنها ضعف الوازع الديني والجهل بأمور الدين. وأيضا نجد أن الفراغ قد يكون من العوامل اللي بتؤدي إلى الانحراف والمشكلات الاجتماعية. يبقى احنا هنا بنتكلم عن دراسة الظاهرة من خلال تفكيكها، بنجيب الأساس في شنط وكاس. سؤال 35. تحاول بعض الحكومات تشجيع نسبة الاستثمار اللي بتؤدي لزيادة المصانع والمشروعات الصغيرة الصناعية والزراعية واللي بتؤدي لزيادة فرص العمل وتحسين النظام الاقتصادي تؤدي إلى تنبؤ. سؤال 6. هو التنبؤ، توقع ما سيحدث. سؤال 36. عندما يقول الأب برسم دايرتين متقاطعتين وأطلب من طفله حط هنا كذا وحط هنا كذا، يبقى ده تصنيف السهم. وإيه ده الفيديو خلص فجأة. يمكن تحت
واسال على اللي انت عايزه. كان معكم مستر ابراهيم ابو بكر، دي قناه ابره على اليوتيوب. سلام يا صديقي.